في الوقت الذي تشير فيه دراسات محلية إلى أن المصريون لا يقرؤون شيئا إلا نسبة قليلة، أكدت دراسة بريطانية صدرت مؤخرا بأن مصر تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الساعات التي يخصصونها للقراءة أسبوعيا. المصريون الذين يلقون نظرة خاطفة على أسماء الكتب وعناوين الصحف والمجلات المرصوصة على الأرض بحسب مؤشر درجة ثقافة العالم يخصصون 7 ساعات للقراءة في الأسبوع، ولذلك حاولنا التعرف هل يقرأ حقا المصريون 7 ساعات أسبوعيا وماذا يقرؤون. بداية الحالة يعني زي حال البلد واقفة، يعني طبعا السيولة ضعيفة مع الناس والحالة مش قوية بسيط. الفترة اللي احنا فيها دي فترة السوق واقف في كل المجالات، مش هيجي على مجال الكتاب ويبقى زايد. يعني الأعمار يعني إلى حد ما الطلبة لما بيكونوا موجودين في الجامعة بيبقوا موجودين، بس مش بالنسبة والكيفية بتاع الأول. دلوقتي بالنسبة للطلبة يجي يقول لك أنا عايز الكتاب الفلاني بتاع فلان، يعني أنت مثلا إيه يقول لك أنا عايز مثلا إيه، عايز تحقيقات بتاع الدكتور فلان. اشمعنى الدكتور فلان؟ يعني لا، عايز باسم المؤلف، وده عيب بقى. كان زمان اللي كانوا بيجوا لنا ناس كبيره، يعني اعمارهم كبيره في السن. دلوقتي الاغلب او الوافد او الرواد بقوا اكتر شباب، وشباب من اعمار بتبدا من 20 سنه فما فوق يعني. حتى التوجهات بتاعتهم اختلفت، يعني بتلاقي شباب بتقرا الاعمال الادبيه اللي بتطلع اول باول، وفي شباب بتقرا احيانا الكتب اللي هي صدرت في الستينات وما بعد الستينات، زي في الاشتراكيه وفي لينين وماركس وانجليز وكارل ماركس. الاول كان الزبون يجي ينقي، ياخد طه حسين واحسان ونجيب ويوسف ادريس والسباعي وعبد محمد وحليم عبد الله، كل الناس دي واخد بالك انت، ينقي بقى اللي هو عايزه. وكل بص في كل العلوم، ممكن ياخد جغرافيا، ممكن ياخد ادب، ويشيلهم كده بفرحان بيهم. دلوقتي بياخد كتاب واحد يقول لك شنطه والله دي. أكثر الكتب مبيعا هي الكتب الأدبية والروايات بنسبة كبيرة جدا، تفوق مثلا هنقول نسبة مبيعات الكتب الأدبية بالنسبة لكل الكتب يعني لا تقل عن 90% يعني من المبيعات. هي أسعار الكتب متفاوتة من جنيه و2 لحد أكتر من كده. احنا مش هنتقدم إلا بالعلم، ومفيش إلا الطريق ده بس هو الوحيد اللي هو طريق التقدم بالعلم، مفيش غيره. احنا ليه ما بنعملش كده مش عارف.